السلام عليكم، رمضان كريم علينا وعليكم جميعا. هاي اللي قدامكم خبازة أكل كتير طيبة، وطبعا معروفة عنا بفلسطين. جبناها من الأرض اللي إحنا نازحين فيها. طبعا من ميزة الخبازة إنها غنية بالمعادن، وطبعا بتطلع لحالها. تابعوا معنا الفيديو للآخر لحتى تشوفوا كيف بنعمل الخبازة بالطريقة الغزاوية. غليت المية وخليتها لما تذوب. بدي ايش؟ بدي اعملها على الخراطة تاعت الملوخية عشان عندنا ما عندناش مونونكس. عشان ايش؟ بعد ايش عاوز احطها، بعمل مفتلة هي زي المفتول. بحط عليها بقليلها بالبصل والزيت الزيتون وخلاص بناكل. والله المونونكس مريح كتير. فيش مونونكس هالحين، هخلطها على ايدي بس تدوب ان شاء الله. طبعا هذا كله بعد ما لميناها من الارض، وبعد ما نظفناها وغسلناها بالمية. هينا حطيناها علشان تنسلق. بنسلقها وبعد هيك بنكمل باقي الخطوات طبعا ان شاء الله رب العالمين. هاي المفتلة اللي بنحطها على الخبازة. هاي هيك بنخرطها. طبعا لما كنا بالبيت ايش كنا نعمل؟ على المونونكس نعملها، اما الحين فرح بتعملها على هذه على الخراطة. بعد ما تاكلوا على المستشفى على طول. بعدين انا حطيت ايدي المستشفى. هاي ميكروكروم وحبشتكنات. يلا اخرط انا. وبعد ما خرطنا الخبازة حطينا فلفل شطة في الطنجرة، وبعد هيك درنا فوقيها الخبازة وضلينا نطبخ فيها على الغاز ونحرك فيها لحتى تتسبك، وبنستنى فيها عبين ما تغلي. الخبازة كانت طعام أهل الشمال خلال فترة المجاعة. بالنسبة إلي هاي كانت تاني مرة أكل فيها خبازة. وما تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات هل انتم تعرفوا الخبازة موجودة في بلدكم، واذا هي موجودة في بلدكم كيف هي طريقة تحضيرها او اعدادها وطبخها. وطبعا بعد ما غلت المية حطينا المفتلة اللي هي عجينة المفتول، لكن بنعمل كمية عقد الخبازة. بنحطها بنديرها، وطبعا بنضل نحرك فيها جوا الطنجرة علشان ما تتعجن وتكون كل حبة بحبتها. طبعا المتقبلة او المفتلة سوري كنا بنعملها على الكربالة بالبيت، لكن الان بنعملها على ايدينا. والان اجا دور التقلاية. طبعا التقلاية بالنسبة الي هي اكتر شغلة بتزكي الخبازة. احنا بالعادة بنقليلها بزيت زيتون وزيت القلي اللي هو السيرج، وطبعا بصل، وضفنا عليها كمان بصل اخضر. وبعد ما خلصنا التقلاية درناها جوا طنجرة الطبيخ تبعت الخباز اللي على الغاز. يا سلام على الريحة، بتجنن، باين عليها رح تطلع كتير طيبة. طبعا بندير شوي شوي مشان ما نتأثر وينزل يصير اشي لعيوننا، وبنضلنا بعد هيك نحرك جوا التقلاية بالطبيخ نخلطهم لحتى التقلاية تكون مخلوطة بالطبيخ بشكل جيد. هو الشكل النهائي لطبيخ الخبازة زي ما انتم شايفين بالصحنين. هدول رح نوديهم لدار جيراننا. فتي يا بدرية. طبعا في ناس بيحبوا يعملوا فت، وفي ناس بيحبوا ياكلوا طبيخ، لكن احنا بنحب ناكله فت. في عد ناس بتكبره وفي ناس بتصغر الفتة. وهذا هو الشكل النهائي لفتة الخبازة. طبعا اخدت وقت وتعب لكنها كتير طيبة.
وصلنا كمان لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تتفاعلوا معه وتحكوا لنا رأيكم بالتعليقات، وبنشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله رب العالمين، ومع السلامة.